نتحول مباشرة إلى ملعب المباراة. رأينا أوفشال كان يتواجد الزميل حسني الزغدودي موفد دبي الرياضية. حسني، بداية أود أن أسألك عن الحضور الجماهيري الكبير، عن الأجواء الرائعة التي دائما يتزين بها سواء ملعب أرينا أوفشالكا أو حتى ملعب دورتموند فيستفالن. شكرا كريم. هذه دبي الرياضية فعلا ترحب بكم من خلال هذه التغطية الميدانية من قلب الحدث، من صميم البوندسليغا. إذا فيلتينس أرينا مسرحا لأحلام نادي شالك، وطبعا مسرحا لأحلام الكرة الألمانية. ما اصطلح يعني من قبل بأرينا أوفشالك، واحد من أكثر الملاعب تطورا وحداثة في العالم. هذا هو فيلتينس أرينا، وكالعادة المدرج الجنوبي، يعني هذا المدرج الجنوبي المعروف والتي دعني أقول تشتهر به جماهير شالك. في سيجنال إيدونا بارك في دورتموند هناك يعني مدرج يتسع ل 25,000 متفرج، وأيضا في شالك هناك يعني أجواء في الحقيقة غير مسبوقة، أجواء الديربي. أذكر يعني حوار الأجوار عدد 76 بين الغريمين التقليديين، بين الأعداء بين معقفين إن صحت العبارة، شالك النورفية وبروسيا دورتموند، فريقان من منطقة الرور، هذه الجهة المعروفة يعني بالتصنيع وباستخراج الفحم منذ سنوات طويلة. طبعا اليوم يعني بالنسبة لي فيليكس ماغات ضرورة الفوز بعد الخسارة أمام فولسبورغ، وكذلك يعني بالنسبة ليورجن كلوب المدرب الشاب المتحمس لا يريد أن يخسر أمام فيليكس ماغات. أذكر بالتشكيلة. بالنسبة لشالك، فيليكس ماغات بدأ بمانويل نيور، بنديكت هاوديس، مارسيلو بوردون، إيدو، إيفان راكيتيتش، بيير كلوغ، جيفرسون فرفان صاحب الهدف الوحيد في سبتمبر الماضي عندما نجح شالك في هزم بروسيا دورتموند ذهابا على مستوى المرحلة الأولى. كذلك رافينها، لوكاس شميتس، كيفين كوراني وفيتشنتي سانشيز. بالنسبة لبروسيا دورتموند هناك الحارس رومان فاندلفيلر، أيضا بدأ كلوب بسوبوتيتش، شاهين، فالديس، محمد زيدان أكيد، ماتس هاملز، ياكوب لاسكوفسكي البولندي، كيفين غروسكروتس. هناك حديث كبير هذه الأيام في ألمانيا حول إمكانية إقحام كيفين غروسكروتس لمنتخب تحت 21 ثم لاحقا لمنتخب جواكيم لوف الفريق الأول. كذلك سفان فيلدر، باتريك أوفمويلا ومارسيل شمالزر. على أي حال يعني هذه أجواء الديربي شالك بروسيا دورتموند، الديربي الأشهر في ألمانيا كما تابعتم عبر صور دبي الرياضية. في إيطاليا هناك ميلان إنتر، في اسكتلندا رانجرز سيلتيك، أيضا في الأرجنتين السوبر كلاسيكو ريفر بليت بوكا جونيورز، وفي البوندسليغا هناك شالك بروسيا دورتموند. هذا هو الديربي. قد يكون هذا يعني أفضل أسبوع في موسم البوندسليغا 2009-2010 على اعتبار أن الجولة 24 انطلقت مع شالك دورتموند، ستستمر كذلك يوم السبت مع ديربي آخر يعني راين ديربي بين باير ليفركوزن المتصدر وإف سي كولن، وهناك أيضا عداء كبيرة بين الفريقين بين ليفركوزن وكولن. سنشاهد كيسلينغ هداف الدوري وباتريك هيلمس أيضا، وسنتابع كذلك لوكاس بودولسكي مع كولن. ومسك الختام لأنه فيه يعني ختام بحلاوة مميزة، ختام الجولة 24 مع بايرن ميونخ هامبورغ، ديربي الجنوب شمال، بايرن الذي يمثل الجنوب وهامبورغ الذي يمثل شمال البلاد، يعني حوار بين ريبيري وكذلك زي روبرتو. للحديث بقية يعني من خلال التغطيات القادمة. التذكير فقط بعناوين يعني عناوين هذه المواجهة على مستوى الصحف الألمانية كريم. فعلا يعني هناك مقالات وهناك تقارير وهناك قرابة 600 صحفي ألماني يغطي هذا الحدث مع نقل يعني عالمي تلفزيوني من فئة 5 نجوم. المباراة يعني تصور على سبيل المثال، المباراة تنقل عبر شبكات العالم وإلى دبي الرياضية أيضا
من خلال 21 كاميرا، يعني تقنيا مباراة هاي ستاندرد. على اي حال سبور بيلد وحديث مع مانويل نيور يعني الذي لم ينهزم مع دورتموند في ماضي المواجهات، ونيور يقول سنفوز. كذلك هناك كيكر داس ديربي ماغات اوبا كلوب اوبا ماغات، الديربي كلوب او ماغات او كلوب. على اي حال يعني هناك حوار بين المدربين. ايضا ريفير سبورت مع مانويل نيور ايش بين كاين نيور الذي يعني وسط ضجه كبيره بعد هزيمه فولسبورغ الاسبوع الماضي، ونيور كما قلنا يتمتع بنتائج ايجابيه وانتصارات كثيره في مبارياته السابقه امام بروسيا دورتموند. سأنهي مع صحيفه الرور، يعني صحيفه مختصه في هذه الولايه، واكيد المقالات كانت عديده مع الجماهير، ايضا حوارات خاصه، وطبعا في انتظار المواجهه الكبرى مواجهه الاحد بين زيروبرتو وفرانك ريبيري. كلام كثير المانيا حول هذه الجوله. على اي حال الزميل حسني الزغدودي ومعه ايفان راكيتيتش. حسني تفضل، اليك الكلمه. شكرا كريم. اكيد الالمان يعني عاشقون للنظام وجزئيات التنظيم الرياضي، يعني تنظيم المباريات يجبر الشبكات التلفزيونيه على اعتماد يعني توقيت صارم جدا. سأعود الى هذه النقطه لاحقا. تغطيه حصريه من دبي الرياضيه والسعداء لاول مره على شاشه المشاهير ولاول مره على قناه عربيه. نجم المنتخب الكرواتي ايفان راكيتيتش، يعني راكيتيتش الذي سجل في مرمى اوليفا كان سابقا يسجل اليوم في مرمى رومان فاندلفلر. First of all, we are very glad. Welcome on Dubai TV, Mr. Rakitic. Yeah, I'm happy to see that Dubai is here. It was unbelievable. I think the game was one of the best this season, and I'm so happy that I can score this goal. It's for the team, for our fans. It's unbelievable to play in the stadium, and I'm happy to score this goal. That's no problem for me. It's Kahn or Weidenfeller. We have the best goalkeeper with Neuer, and it's an unbelievable feeling for me. What happens in your mind, if you can tell us, to the people watching live the Bundesliga on Dubai? It's difficult to say. This situation, I saw that Edu has the ball. He takes me back, and I only want to shoot, and it was unbelievable. Schalke is winning, Schalke playing the title. You know that the Bundesliga is shown on Dubai Sports in the Arab region for over 100 million people. I think this is good for the image of the Bundesliga. For sure, that's why I say I'm happy to see Dubai here. I want to come once there to make to see this country and the city, and it's unbelievable. And that's what I say. The Bundesliga is a good league, and we are all happy that you are here. Dubai Sport welcomes you, Rakitic. Thank you, and good goal.